30 يونيو 2019. جبل شورت أوف، كارولاينا الشمالية. أوستن هاول بيتحرك لوحده على وجه الجرف، من غير حبل، من غير حزام أمان، بس إيديه مليانة بودرة طباشير، و11 سنة خبرة، عارف بالضبط جسمه يقدر يعمل إيه على جدار زي ده. هو طلع الطريق ده بالتحديد كذا مرة، لدرجة إن إيديه بتلاقي المسكات قبل عينيه. على ارتفاع 80 قدم فوق الأرض، صخرة معلقة، وشمس الصبح بتدفي الوش الجنوبي للحجر. بيتحرك حركة كمان، وبيصرخ لا. ده اللي حصل في الدقايق الأخيرة المرعبة لأوستن هاول. أهلا بيك في الإكستريم. أوستن هاول ما كانش راجل متهور، كان عنده طريقة معينة قبل كل تسلق منفرد. كان بينسحب من التسلق وهو في نص الجدار لو حس إن في حاجة غلط. هو تسلق الجزء ده من جبل شورت أوف من غير حبل أكتر من عدد المرات اللي معظم المتسلقين بيستخدموا فيها الحبل في سنة كاملة، ومع ذلك وقع. وسبب وقوعه هو نفس السبب اللي خلى مكوك الفضاء تشالنجر يتفكك بعد 73 ثانية من الإطلاق. نفس الحالة النفسية، لكن العواقب مختلفة، أو على الأقل ده اللي كان باين. بس علشان تفهم ده لازم الأول تعرف إيه نوع الراجل اللي كان على الحيطة عند بداية ممر جبل شورت أوف في برية لينفيل جورج في غابة بيسكا الوطنية، مقاطعة بيرك، كارولاينا الشمالية. الخطة في اليوم ده كانت جلسة تصوير، والمصور اسمه بين وو. كان بيصور أوستن وهو بيتسلق لوحده مجموعة مسارات هو أصلا متعود عليها كويس جدا. في رياضة بتقدر التواضع والهدوء عادة، جلسة تصوير ممكن تبان زيادة عن اللزوم، بس اللي يعرفه أوستن ما استغربوش خالص. أوستن هاول ما كانش بيتسلق لمجرد التسلق، هو كان بيتسلق عشان يحس إنه عايش. الإثارة كانت بتعمل فيه حاجة مفيش حاجة تانية بتعملها، والإثارة دي أثرت على أسلوبه الفريد في التسلق. بعد حياة مليانة صراعات كان عارف إنه عايز يوثق كل حاجة. يمكن جزء منه كان عارف إنه وقته على الأرض محدود، وكان بن موجود عشان يساعد. رفع الكاميرا وبدأ يصور أوستن اللي تسلق مجموعة من المسارات الصعبة من غير حبل أو حزام أمان بكل سهولة. بحلول نص الصبح كان التصوير خلص. بن شال شنطته على كتفه وقال وداعاً، ومشي راجع. بس أوستن لسه ما خلصش. هو راح ناحية جزء معين من وجه الجرف اللي المتسلقين بيسموه العالم المائل. الصخرة هناك مائلة لبرا وبارزة لبرا فوق الأرض اللي تحتها، فالمتسلق مش هيقدر يقف على رجله. الاستمرار على وجه الجرف ده عبارة عن لغز بدني مرهق بيتطلب شد عضلات البطن بقوة رهيبة والاعتماد بالكامل على أوتار صوابعك عشان تشيل وزن جسمك كله. هامش الخطأ هنا 0. لكن مع مرور الصبح أوستن بدأ يتسلق الطريق ده من غير حبل، وابتدى يطلع لفوق. للمشاهد العادي إنه يضغط على نفسه في طريق زي ده بعد صباح كامل من التسلق ممكن يبان غرور، زي واحد بيعمل حركات خطيرة عشان يدور على إثارة ملهاش لازمة. بس أوستن ما كانش بيدور على نسوة الأدرينالين. الحكاية كلها كانت متعلقة باللي كان بيحاول يهرب منه. بص، أوستن كانت شخصيته تشكلت وسط عدم الاستقرار من قبل ما يلمس صخرة أصلاً. اتولد في فريندزوود، تكساس سنة 1987، وأهله طلقوا وهو عنده 4 سنين بس. كوبر وهو بيتنقل بين بيتين في سن صغير جداً. دخل صالة تسلق داخلية سنة 2006 وهو عنده 19 سنة، وكان طالباً مستجداً في الهندسة الكهربائية في جامعة هيوستن، وفي حاجة في حائط التسلق شدت انتباهه بطريقة نادراً ما حاجة بتشد شاب صغير ومش بتسيبه. لكن بعد 2 سنين في 2008 كل حاجة تقريباً كانت حتخلص. وأثناء تسلق تدريبي جوه نفس الصالة الداخلية وقع من ارتفاع 35 قدم على الأرض الخرسانية بسبب غلطة من الشخص اللي كان ماسك حبل الأمان بتاعه. الوقعة كسرت ظهره وافتفتت رجليه، لكن أسوأ إصابة كانت مش باينة. الوقعة خلت مخه ينزف، ولما المخ يتعرض لصدمة جسدية زي دي مش دايما بيخف، صح؟
أوستن كان بيخوض صراع صامت مع الاكتئاب من وهو مراهق، ومع تعافي عظامه المكسورة ببطء إصابة رأسه خلت معاناته اللي كانت موجودة تتضخم وتتحول لحالة شديدة ومخنوقة ما قدرش يتخلص منها. عقله نفسه بقى مكان عدائي، بدأ يعاني من نوبات هلع وكوابيس لمجرد إنه قاعد ساكت. أكثر لحظات مرعبة في حياته كانت وهو قاعد لوحده بيحارب رغبة دماغه في تدميره. في وقت من الأوقات حتى قرر إنه خلاص كفاية لحد كده. طلع فوق سطح مبنى من 10 أدوار في هيوستن ووقف على الحافة. كان بيعيط جامد جدا، وكان متغلب عليه لدرجة إنه ما قدرش يكمل ونزل تاني. كان قريب للدرجة دي. بس بعدين أوستن عمل حاجة غريبة، رجع للمكان اللي بدأ فيه كل حاجة. رجع يتسلق تاني، يمكن عشان يقفل الصفحة دي، مش عارف. وهناك حصلت صدفة بحتة غيرت مجرى حياته. في يوم من الأيام سنة 2009 أوستن كان بيتسلق مسار ارتفاعه 40 قدما في تكساس اسمه تكساس كرود. كان لابس الحزام بتاعه وشايل معدات الأمان، بس كان مشغول قوي في الكلام مع أصحابه اللي على الأرض لدرجة إنه نسي يثبت معدات الأمان في الحيطة وهو بيطلع لفوق. ولما وصل للقمة بص لتحت واكتشف إنه ما شبكش في أي حاجة خالص. هو من غير ما يقصد ومن غير أي تخطيط طلع الطريق كله فري سولو. بس الخطر مش هو اللي لفت انتباهه. اللي لفت انتباهه كان الصمت. أول ما كان على الحيطة من غير شبكة أمان، الدوشة اللي كانت في دماغه اختفت فجأة. أنا مش بقول إن أي حد عنده إصابة دماغية بسبب صدمة أو بيجيله نوبات هلع أو كوابيس لازم يعمل كده، بس اللي بقوله إن دي كانت طريقة أوستن في التعامل مع الموضوع. الخطر كان طريقته المفضلة للهروب من الواقع. هقول لكم يعني إيه التسلق الحر المنفرد فعلاً، عشان الكلمة دي بتتقال كتير على الإنترنت من غير دقة. التسلق الحر المنفرد هو إنك تتسلق من غير حبل، من غير حزام أمان، ومن غير أي وسيلة حماية. لو وقعت من ارتفاع 20 قدم هتكسر رجليك. لو وقعت من ارتفاع 80 قدماً هتموت. مفيش أي معدات هتنقذك، مفيش نظام احتياطي. الحاجة الوحيدة اللي واقفة بينك وبين الأرض هي مدى استعدادك ومدى قوة الاستعداد ده. لما رجلك تزل على حاجة أول مرة تدوس عليها، أو حتى لو كنت دوست عليها 40 مرة قبل كده، معظم المتسلقين الجادين مش هيقربوا منه. أوستن هاول بنى هويته كلها حوالين الموضوع ده. الحبل ما بقاش شبكة أمان، بقى حاجز قدام علاجه. هو تبنى طريقة تفكير مثله الأعلى المتسلق الحر المنفرد الأسطوري مايكل ريردون، اللي قال جملة مشهورة: التسلق الحر المنفرد هو أمنية العمر. أوستن كان مؤمن بده لحد النخاع، وفعلا وصل بالعلاج الجذري ده لأقصى حد. طلع إن لما تكون متعلق في جرف صخري بأطراف صوابعك، مخك ما عندوش رفاهية التفكير الكتير أو الإحساس بالحزن. مخك بيركز على حاجة واحدة بس، إنه يخليك عايش. الجاذبية بتجبرك تركز تركيز كامل. مفيش اكتئاب ولا فرحة، بس الحركة الجاية، المسكة اللي انت فيها، رجليك اللي بتستخدمهم عشان تتوازن، والتوتر في جسمك اللي بيخلي كل حاجة متماسكة. أو على الأقل ده كان من وجهة نظره. هو لقى الصمت الذهني اللي كان دايما بيحلم بيه في إثارة التسلق الحر من غير حبال. انت حسيت بحاجة زي كده؟ يمكن مش على جرف صخري، يمكن كان لما ضغطت على نفسك لحد الفشل التام في رفع وزن تقيل، أو ساعة تحت كبوت الموتور وكل حاجة تانية وقفت. الحالة دي اللي فيها الضوضاء بتختفي تماماً. على مدار العقد اللي بعد كده، أوستن عمل واحد من أغرب وأغزر سجلات التسلق الحر المنفرد في تاريخ أمريكا، وكان بيتسلق بكمية تكاد تكون مش معقولة. لسنين بيته بقى عربية نيسان فرونتير بيكاب، واللي كان بيسميها العدة بتاعة الموظف المتشرد. كل حاجة كان محتاجها كانت بتدخل في ظهر عربيته. كان معاه كيس نوم، معدات العمل بالحبال، كيس طباشير، جزمة تسلق، وزجاجة ويسكي غالية ما كانش بيفتحها غير لما يعمل حاجة عمره ما عملها قبل كده. لأن كل محاولة لتحقيق إنجاز جديد وكل تجربة أكثر إثارة وخطورة كانت بتخلي دماغه أهدى
وصوت الأفكار جواه أقل. كان بيسوق الشاحنة دي في الجنوب الشرقي، يشتغل طول الأسبوع كعامل في الوصول بالحبال، ويتسلق الجبال طول الويك أند. بس أوستن كان تناقض ماشي على رجليه. من ناحية هو ما كانش بيتعامل مع التسلق لوحده من غير حبل باستهتار. قبل أي تسلق صعب لوحده من غير حبل كان بيقضي ساعات يراجع كل حاجة: شكل الصخرة، حالته البدنية، والجو. كان بيتمرن على الطرق كتير وهو مربوط بالحبل، وكمان كان ممكن ينزل في نص التسلق لو حس إن في حاجة غلط. بس أول ما كان يحس إنه متأكد تماماً من الطريق، المخطط الحريص ده كان بيختفي، وبيظهر مكانه واحد استعراضي مش متوقع تصرفاته خالص. في الأيام دي كان بيتسلق وجزمته مفكوكة خالص. ساعات كان بيتعلق في الحيطة بإيد واحدة وماسك الموبايل عادي بيصور بيه النزلة. وفي أوقات تانية كان بيتعلق وهو مقلوب، ورجليه وساقيه محشورين بين صخرتين كبار فوق الجبل. لكن واحدة من أكتر الحركات اللي ماس اتكلمت عنها كانت لما تسلق من غير أي حاجة عليه خالص، وأقصد فعلاً من غير أي حاجة. في إبريل 2015 ظهر فيديو على الإنترنت يبدو إنه متجول عادي صادف راجل عريان على وجه الجرف. المتجول بسرعة طلع تليفونه علشان يسجل. الصوت اللي خارج الكاميرا بيقول: إيه ده؟ الراجل ده مجنون. هو بيتسلق لوحده، بيطلع طريق ده عريان ومن غير حبل. هو فقد عقله. ده كان أوستن هاول. كان بيتسلق من غير حبل طريق فيه 3 مراحل على جبل شورت أوف، ومش لابس أي حاجة غير طاقية رمادي زي بتاعت الصحفيين. هو سماها أول صعود طبيعي فعلا بالمعنى الحرفي للكلمة. قناة إبيك تي في أتكلمت عن الموضوع. برنامج ريديكولسنس على MTV عرضها. أوستن هاول بقى معروف في كل عالم التسلق باسم المتسلق المنفرد العريان. حتى لو الرجل اللي في الفيديو كان باين عليه متفاجئ جدا، الصحفي مات سوميت من مجلة أوتسايد قال حاجة تانية. لما أوستن كتب اسم لوهان ليسن في التترات كمصور الفيديو، سهل علامات إنه يوصله ويسأله عن الموضوع، وده اللي قال إن أوستن قاله له. أوستن قال: هو قال لي حيبقى حلو لو تصرفت كأني سائح. قول أي حاجة هزار، والظهر إنك لقيت الموضوع بالصدفة وطلعت موبايلك وبدأت تصور. لما فيديوهاته وهو بيتسلق وهو عريان انتشرت على النت، الناس اتجننت من الغضب. التسلق بالنسبة لمعظم الناس كان رياضة جدية بتحتاج احتراما ومعدات السلامة. بالنسبة لهم، أوستن كان مجرد واحد مغرور تاني بيتعامل مع بيئة خطيرة كأنها هزار. عشان الشهرة على النت ما كانوش يعرفوا إن الراجل ده كان بيستخدم التعرض الشديد عشان يحارب إصابة دماغية رضية. أوستن من ناحيته ما كانش فارق معاه آرائهم. هو حتى استغل غضب الناس عشان يعلن عن البودكاست بتاعه، لأن لما دماغك نفسها بتحاول تقتلك، آراء ناس ما تعرفهمش على الإنترنت بتبقى أقل من الصفر. عامل بودكاستات ومنشورات على السوشيال ميديا بيروج فيها لتسلقاته. البراند بتاعه كان جريء وجسور، ومش بيعتذر خالص عن الترويج لنفسه وتسلقاته. حبيبته السابقة قالت للصحفي مات سومت: كان متواضع جدا، بس كان دايما بيروج لنفسه طول الوقت. كنت بقول له: ريح شوية، اهدى. كلنا عارفين القصة، بس هو كان متحمس جدا بخصوصها طول الوقت. أنا بس مش شايف إنه كان يقدر يخبي ده جواه. مجتمع المتسلقين ما كانش عارف يفهمه إزاي. يعني أنت هتقول إيه على واحد بينسحب من تسلق فردي في نص الجبل عشان حركة واحدة مش مريحة، وبعدين يرجع يتسلق منحدر خطير وهو عريان تماما عشان الإنترنت؟ بس الاندفاع في الخطر من غير تفكير بيجي معاه ثمن خفي وصعب جدا. في يوم 10 مايو 2015 أوستن كان على الكابيتان في يوسيمايت كاليفورنيا مع مجموعة من أصحابه. كانوا على مسار اسمه ذا نوز لما حصلت الحكاية تاني. كان ناوي يتسلق من غير حبال، بس الجدار كان مبلول فاضطر يستخدم المعدات والحبال. حط معدات التسلق المساعدة في الصخرة وحمل جسمه عليها عشان يطلع لفوق بدل ما يستخدم إيديه ورجليه على الحواف. كان مأمن نفسه كويس. فضل يتسلق لحد ما وصل على ارتفاع حوالي 20 قدم من الأرض. قطعة من معدات التسلق المساعدة اتسحبت من الحيطة تحت وزنه، وبعدين غالباً واحدة تانية كمان، وبعدها
خبط في الحافة برأسه الأول. الوقعة كسرت جمجمته ومعصمه، وفاتت 5 فقرات من رقبته. الأشعة السينية ما قدرتش تبين اللي حصل لجوة ودنه بسبب الخبطة. صح في العناية المركزة، وهو فقد سمعه في ودنه الشمال، وحاسة التوازن عنده اتدمرت تماماً. كل مرة كان بيغمض عينه الدنيا كانت بتلف حواليه، كأن في حاجة بتهزه من جواه. قضى يومين في العناية المركزة، وقعد تقريباً أسبوع بعد كده نايم على سرير في المستشفى. قال: كل مرة كنت بغمض عينيا كنت بحس إني بترمي جوه الهزاز بتاع علب البوية اللي في هوم ديبوت. بس زي ما ستيف ماكوين كان بيخطط للهروب من معسكر أسرى الحرب، أكيد ممكن تتخيل أوستن عمل إيه بعد كده. بعد حوالي 10 أو 12 أسبوعاً من فترة علاجه، قرر إنه خلاص مش هيستنى أكتر. هو حرفياً قطع الجبس بنفسه، وشال دعامة رقبته، وانتقل يعيش مع أبوه في ميسيسيبي. وهناك كان بيتدرب بجنون كل يوم، بيعيد بناء نفسه عظمة وراء عظمة، وتر وراء وتر، وبعزيمة وتركيز. واحد مهووس بحاجة بقت هي هوس حياته. وهوس أوستن كان التسلق. ده كان حبل نجاته. بحلول إبريل 2016 أوستن ما كانش بس رجع للتسلق، لكن كمان كان بيتسلق في أماكن أخطر من قبل. ما جمجمته تتسحق. في حاجة تغيرت. أصحابه لاحظوا ده. التمرين كان ليه طابع مختلف. هو بدأ يتسلق من غير حبل في درجات بتخلي المتسلقين المحترفين اللي بيستخدموا الحبال يحسوا بعدم ارتياح وهم بيتفرجوا. هو بدأ يوثق كل حاجة: التسلق الفردي، العملية، الفلسفة، على إنستغرام وعلى مدونته، وفي بودكاست سماه The Process. وكان شعاره: الحياة رياضة خطيرة بطبيعتها. في نفس السنة دي بعد كده عمل إنجاز بدني كان ضد المنطق تماماً. في يوم واحد في نوفمبر 2016 تسلق 15 مسار مختلف من غير أي معدات أمان. ده أكثر من ميل من صخور عمودية، وتقنية تسلقها من غير حبل. إنك تقدر تحافظ على التركيز الحاد والمتأهب ده وتتمسك في الحيطة بأطراف صوابعك وإنت بتقاوم إجهاد عضلي شديد طول اليوم كله، ده تقريباً شيء فوق طاقة البشر. هو أثبت رسمياً إنه الدكاترة كانوا غلطانين، ورجع تاني لأعلى قمة في الرياضة دي. كان مسيطر تماماً على الوضع، أو ده اللي كان فكره. دلوقتي اسمع بقى، كل شهر بعمل فيديو واحد مخصوص للباتريون. التحذيرات كانت موجودة، مش هتشوفه في أي مكان تاني. لو ده نوعك من الحاجات، الروابط في الوصف. بحلول 2019 كان قد تسلق منفرداً من غير حبل أكثر من 19 مسار بدرجة 5.12 مختلف في 37 مرة مختلفة. عشان أوضح لك، مسار بدرجة 5.12 هو تسلق المسكات، فيه ممكن تكون بحجم عملة صغيرة جداً. الوضعيات ممكن تخلي جسمك يميل لورا بعيد عن الحيطة، والمتسلق اللي معاه حبل وشريك تحته وسنين من التدريب الجاد برضه حيلاقيه فوق مستوى في أول محاولة ليه. أوستن كان بيتسلق مسارات زي دي من غير أي حاجة بينه وبين الأرض. عدد الناس في العالم اللي بيتسلقوا لوحدهم بالكمية والصعوبة اللي كان بيتعامل معها أوستن ممكن يتعدوا على صوابع إيد واحدة. لما الناس كانوا بيقولوا عليه مجنون عشان بيتسلق من غير حبل، كان عنده رد مباشر: اسمح لي، بس مستحيل أسمح إن ده ياخد مني الحاجات اللي بتديني فرحة في حياتي. وده بيرجعنا تاني ليوم الأحد 30 يونيو 2019 الساعة 11:30 الصبح. أظن بالمنطق ده طبيعي بعد ما تصور لكاميرا بن وبن مشي، أوستن كان عايز لحظة سريعة من السعادة لوحده. كان على ارتفاع 80 قدم من الأرض من غير حبل. ده تقريباً ارتفاع مبنى من 3 أدوار، وعلى مسار تسلق هو حافظه كويس جداً. هو كان تسلق الجزء ده بالذات من جبل شورت أوف كذا مرة، لدرجة إن إيديه غالباً كانت بتلاقي أماكن المسك قبل عينيه. هو كان قريب من القمة، بس الحيطة دي بالذات مش بتطلع لفوقه بس، هي بتميل لبرا فوق الأرض، وبتجبر المتسلق إنه يحارب وزن جسمه كل ثانية. كانت الساعة 11:30 الصبح، وشمس آخر يونيو كانت بتشع مباشرة على الحجر اللي بيواجه الجنوب.
الصخرة كانت بتسخن، وده خلى المسكات تبقى زلقة، وضغط على كاوتش جزمته لأقصى حد ممكن. بس التفاصيل دي هي اللي كانت بتخلي أوستن يتحمس. دي كانت المتغيرات اللي عملية التحضير بتاعته متصممة علشان تتابعها. في اللحظة دي أوستن كان في أكتر جزء مائل في الصخرة، وكان ماسك الصخرة بإيديه الاتنين وجسمه لازق في الحيطة، وبيتحرك ناحية القمة بكفاءة. واحد متعود على النوع ده من التسلق بقاله أكثر من 10 سنين. أوستن عمل حركة كبيرة ناحية الشمال، ومد إيده عبر الصخرة عشان يمسك في مسكة. إيديه لمست المسكة، الاتنين ثابتين على الصخرة، وبعدين رجله زحلقت من على الحيطة، على حيطة رأسية. ده ممكن يكلفك خدش ولحظة تخبط على جزء بارز. وزن جسمك أصلاً بيتسحب بعيد عن الصخرة. أول ما رجلك تفلت، السحب ده بيبقى كل حاجة. الجاذبية مش بتديك فرصة تقاوم، هي بس بتكسب. في اللحظة اللي حصل فيها كده، هو صرخ وقال لأ، وبعدين وقع من على ارتفاع 80 قدم في صمت تام. وكأنه أخيراً استسلم للصمت اللي كان بيدور عليه. كان بيقع للمرة الثالثة والأخيرة. وفي نفس الوقت كان فيه 2 متسلقين قريبين من المكان، اسمهم رايلي كولينز وجاي ماسي. كانوا جايين الصبح ده عشان يتسلقوا طريق اسمه دوبي داك، نفس الطريق اللي أوستن كان عمله مشهور من 4 سنين في فيديو 2015 اللي محدش قدر ينساه. كانوا نازلين من ممر ضيق في الجهة الثانية من الجدار، وبيستعدوا يبدأوا تسلقهم، لما كولينز بص لفوق وشاف أوستن وهو بيقع. رايلي وقف متجمد في مكانه، كان بيحاول يستوعب اللي شافه حالاً. شريكه جاي جهز الحبل بسرعة في نفس المكان، ونزل من الجدار بأقصى سرعة لحد ما وصل للمكان اللي أوستن كان واقع فيه على المنحدر تحت البروز. أول حاجة عملها إنه ثبت جسم أوستن، وبعدين فحصوا النبض وبدأوا يعملوا إنعاش قلبي رئوي. فضل يعمل إنعاش قلبي رئوياً لحد ما خدمات طوارئ مقاطعة بيرك وصلت المكان. وصلوا الساعة 1:18 بعد الظهر، لكن وقتها كان خلاص فات الأوان. أوستن أندرو هاول أعلن وفاته حوالي الساعة 1:30 بعد الظهر. كان عنده بس 31 سنة، شاب صغير بيواجه المصير المحتوم. طيب إزاي الراجل عنده خبرة زي دي يموت في طريقه وعارفه كويس كده؟ الإجابة السهلة هي سوء الحظ. زلة واحدة للقدم، ولحظة واحدة من تلامس مش كامل على مسكة استخدمها عشرات المرات قبل كده. ده ممكن يحصل لأي حد، لكن الإجابة الأعمق بتحتاج تبص على إزاي أوستن كان بيقيس حياته. كان دايماً بيحتفظ بزجاجة ويسكي غالية في عربيته. الزجاجة دي كان ليها هدف واحد بس. أوستن كان عامل لنفسه قاعدة إنه مش هيشرب من الزجاجة دي غير لما يعمل حاجة أعظم من أي حاجة عملها قبل كده. في الأول كان بياخد رشفات منها بشكل متكرر نسبياً. طريق جديد، مستوى أصعب، يوم أطول على الجبل، أو عدد تسلقات أكثر في يوم واحد. لكن مع مرور السنين وزيادة الإنجازات وارتفاع المعايير، الرشفات دي بقت أندر. وده معناه عملياً إن أوستن هاول قضى سنين بيعمل حاجات كانت هتخوف أغلب المتسلقين، وكان بيطلع منها سليم تماماً. لو عملت كذا مرة بيحصل حاجة بسيطة بس مهمة، مش تهور ولا غرور، حاجة أهدى وأخطر بكتير من الحاجة دي، لأنها بتتسلل ليك من غير ما تحس. في ظاهرة نفسية بتشرح ده. أكيد فاكر الصبح ده في سنة 1986 لما مكوك الفضاء تشالنجر اتفك بعد 73 ثانية من الإطلاق، وكل ال7 اللي كانوا عليه ماتوا. استغرق الأمر من عالمة الاجتماع ديان فون تحقيق وبحث لمدة 10 سنين عشان تعرف إيه اللي حصل. سمتها تطبيع الانحراف. اكتشفت إنه المهندسين كانوا شايفين تحذيرات صغيرة لكن قابلة للإدارة، علامات تحذيرية في حلقات الإحكام المطاطية في الرحلات السابقة، وكل مرة كانت المكوك بتطير وترجع بالسلامة، وكل مرة المكوك كان بيرجع بالسلامة.
مشكلة الأورينج كانت بتبان أقل شوية على إنها مشكلة، مش علشان حاجة اتغيرت، لكن علشان ما حصلش أي حاجة غلط. لو عملتي كده كذا مرة التحذير هيبطل يبقى تحذير. عقولهم أعادت تصنيف علامة التحذير دي كأنها مجرد ضوضاء عادية في الخلفية. أوستن كان عنده 11 سنة من الضوضاء الخلفية، 11 سنة وهو بيخرج سليم من جدران كان المفروض تقتل. متسلقين أقل منه، قدرة الجدار ما كانش بيبقى أكثر أمان، هو بس كان بيتعود عليه. بنفس الطريقة تسلق الجدار ده في نورث كارولاينا ما كانش أقل خطورة، بس أوستن بطل يحس كده. من شهور أبوه قعد معاه وقال له: يا ابني، أنت عارف إيه اللي هيحصل لو فضلت تعمل كده صح؟ أوستن رد وقال: أيوة يا بابا، أنا فكرت في كل حاجة ومستعد أتحمل نتيجة أفعالي. أوستن هاول تقبل عواقب قراراته. لكن المتسلق اللي جاي ده كان أسطورة منهجية ومهووسة بالأمان، وفضل عايش 30 سنة لأنه أتقن كل قاعدة في الرياضة دي. في يوم عادي شاف علامة تحذير خطيرة على معداته، لكنه قال لنفسه إنها هتستحمل يوم كمان بس. ده اللي حصل بعد كده.